أهلا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: مداهمة حمام شعبي يفجر صدمة بإقليم الجديدة. قبل ما ندخلوا في التفاصيل الإخبارية ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة باش توصلوا بجديد أخبار المغرب. إليكم التفاصيل. تمكنت عناصر الدرك الملكي يوم أمس من توقيف شخصين، وذلك للاشتباه في توريطهما بإعداد ورشة لتقطير وصناعة مسكر ماء الحياة وسط حمام شعبي، وذلك على مستوى جماعة مولاي عبد الله الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم الجديدة. واستنادا إلى مصادر محلية، فإن عناصر الدرك قامت بمداهمة الحمام، حيث أسفرت عملية تفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز كمية مهمة من التين المجفف والمخمر، بالإضافة إلى معدات تستعمل في عملية طهي وتقطير هذه المادة السامة. وفي السياق أشارت ذات المصادر أنه جرى وضع مقتري الحمام وشريكه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.